السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، صلاة تفرج بها الهموم وتكشف بها الكروب وتوسع بها الأرزاق. اللهم آمين يا رب العالمين. حبايب قلبي اللي أول مرة يشوفوا القناة ما ينسوش اشتراك وتفعيل زر الجرس وتعملوا لي لايك للفيديو فضلا من حضراتكم وليس أمرا. بحبكم جدا جدا في الله، ربنا يكبر خواطركم ويرضيكم ويوسع في أرزاقكم، اللهم آمين يا رب العالمين. برحب بالناس الجديدة اللي انضمت لعيلتي، برحب بيكم، بقول لكم وجودكم معايا شرف ليا وتاج على راسي. ربنا ما يحرمنيش منكم أبدا ومن تعليقاتكم ومن سؤالكم عليا، اللهم آمين يا رب العالمين. بدأت طبعا بالأوضة ديت أكمني ما بدخلهاش، بس طبعا يا جماعة أنا بنشر في البلكونة بتاعتها وكنت عايزة أروقها كده، والدولاب عايز يتنظم إلى حد ما، عايزه انظمه يعني بصراحه. طب ليه يا رفيه بتعملي كده؟ انا معرفش ابدا تنظيفات عميقه مثلا وعندي كميه الهدوم دي، او عندي دولابي مش مترتب، او عندي كميه غسيل. طبعا زي ما حضراتكم شفتوا كده انا نظفت الاوضه وروقتها، وبدات ان انا اشوف طب في غسيل كان مغسول لميته، مش انا اللي عملته في الاوضه كده والله يا جماعه، ده ولادي اجوا ياخدوا غيار نكتوا لي الهدوم. وبما ان بنضف اصلا فبنزل الدولاب وببدا عفوا يا جماعه، ببدا ان انا ارتب. طبعا خلصت، هتقولوا خلصت في كام ساعه يا رفيه الاوضه دي بالهدوم دي؟ والله يا جماعه لو ما فيش شغل هتخلصيها في ساعتين، انما لو عندك شغل وعندك عيال وطيور وكده وبتروح وبتيجي هتخلصها في يوم، قولي يوم. تمام تمام. دخلت بناتي طبعا معايا في الاوضه دي، مش هقول لكم بقى عملتها لوحدي وكده، وما اعرفش انا مش سوبر مان يا جماعه، اه والله انا مش سبايدر مان قصدي زي ما بيقولوا كده، لا انا دخلت بناتي معايا. بقيت يعني انظم انقضوا كذا واعملوا كذا، وبقيت معاهم علشان يقدروا ان هم يخلصوا، وانا كنت بغسل هدوم وبنظف المطبخ وكده، وكان كلنا الحمد لله مشتركين في عملية التنظيف دي. تمام تمام. لو انت معايا لعندي دلوقتي بالله عليك ما تبخليش على اختك باللايك. بحبكم والله، ربنا يبارك فيكم يا رب. طبعا الأوضة خلصت زي ما حضراتكم شايفين، ونضفنا تحت السرير، والله العظيم أنا مصورة مقطع تنظيف تحت السرير وكل ده، بس للأسف اتحذف. وطبعا ده برعاية الأستاذ نصر، يعني معانا على طول، أي حاجة هو بنضف معانا يا جماعة، وعيش معانا دور التنظيفات كامل مكمل. طيب عملت ايه بقى يا رفية؟ بدأت نظفت الدولاب، رتبته بس مش ترتيب عميق، واخدت الهدوم اللي مش بتتلبس اخدتها طلعتها حطيتها في الكرتونة دي كقماشة ممكن امسح بيها اطوق بيها كده يا حبايب قلبي. عملت الكرتونة دي كده، قلت ايه علشان مش كل شوية افتح في درج واعمل في درج، احنا اصلا يا جماعة ناس فلاحين فاهمين يعني، فعندنا شغل كتير وحاجات كتير. كنت غسلة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كسوة الصالون، فغسلتها ونشرتها كده في الحتة اللي فيها الشمس، كنت باخدها تبع الشمس. والجو ما شاء الله يا جماعة تبارك الرحمن، يعني صيفي صيفي، هو ما بيبردش. عفوا يا جماعة، ما ببردش إلا من بعد المغرب. طبعا عندي المخدات ديت ابن الصغير بينام عليها لان هي فايبر، المخدة مش فيها نص كيلو فايبر عامة يعني. جيت ان انا افكها، قلت لا لما اجربها في الغسالة، لان هي اصلا خفيفة يعني، خفيفة، هتشوفوا الغسالة ما شاء الله قلبتها بسرعة يعني. طيب يا رفيع ايه اللي عملهم كده ابني؟ استحالة ان انا احط له كيس وش مخدة بيشيله والله يا جماعة يعني كل يوم. طب نام يا حبيبي، وجبت له من اللي هو الدفايات، يعني الدفايات دلع، جبت له ولبستهم له. يا ابني حنينه عليك، لا يمكن يا جماعه ما بنامش عليهم الا كده. فقلت ماشي، المهم ان هو العيل ايه يرتاح. طبعا كان عندي شويه كولار، حطيت عليهم كده، وما شاء الله طلعوا قسما بالله يا جماعه زي الشمعة المنوره. لو عندك مخدات فايبر، بس يكون الفايبر فيها قليل يعني، ما تحطهاش في الغسالة تكون حمل على الغسالة. ماشي، تعمل ايه؟ مفيش بقى، بتقومي فكاها، بتقومي فكه الكيسه دي ومطلعه الفايبر يتشمس وفكاه كويس، وتقومي جايباها ومخيطاها تاني. في كلتا الحالتين ينفع يعني، وما شاء الله هتنقعها ماشيه قيمه نص ساعه في كلور وبرسيل. البرسيل مقاطع يا جماعه، انا بغسل بليدر، فتقومي عاملاها وخلاص كده، وبتنضف وبتبقى زي العسل وفل وما شاء الله.
ربنا يا رب يجعلنا من اللي مجبور خواطرهم، اللهم امين يا رب العالمين. الليله دي الليله ليله الاسراء والمعراج، ربنا يا رب يغسل احزاننا ويفرج كروبنا زي ما فرج كرب سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم امين يا رب العالمين. كده طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده الثبت ده مكسور يا رفيقه، والله الثبت ده اللي انا متجوزه بيه يا جماعه، عندي بقاله 17 سنه، تخيلوا. اخدت بقى الهدوم كده، كان في شويه هدوم واخدت الهدوم، وكان عندي السجادتين دول، قلت لما اطلعهم في الشمس لان انا مش غسلاهم دلوقتي. طب ليه يا رفيقه ما انتش غسلاهم دلوقتي؟ كده ابن نصر هو اللي بيحب ياخد التليفون ويصور بيه، ما بيحبش حد يصور امه ابدا اللي هو يا جماعه، يلا يا ماما ويبدا معايا كده. قلت لما اشمسهم لان انا مش هغسلهم او هغسلهم مره واحده بس، بس لما انضف السطوح انضفه تنظيف عميق برضو، لان شغل كله من هنا ورايح هيبقى على السطح، فلازم انضفه، ولازم بير السلم برضو يبقى نضيف. فهنعمل ده كله مع بعض عامه ان شاء الله يعني، او بمعنى اصح هو اتعمل يا جماعه بس مستنيه هحمله لكم يعني. كده خلاص حطيت السجاد زي ما حضراتكم شايفين، والجو زي ما حضراتكم شايفين كده، ونشرت شوية الهدوم ومليت البلكونات والله العظيم يا جماعة، وخدت بعض ورحت جبت كمان سمك. يعني شايفين انا بوريكم، بنتي بتوريكم الجو اهوت، ما شاء الله ولا قوة الا بالله. بنشر بقى على السطوح بما ان الجو حلو. بصوا ما بهتمش بترتيب الهدوم على المنشر على الحبل يعني، قد ما بهتم ان هي نشفت وان هي نظيفة بصراحة يعني، لان انا بابا في اليوم ده انا عايزه اخلص، مش مانيش فاضيه مثلا ان انا هرص وهعمل وكده، لا، لان بابا لما زي ما حضراتكم عارفين وزي ما حضراتكم ماشيين معايا، ببقى لما اعزكم الله احذيه عيالي وغسلها، وببقى لما الهدوم والخلقان الجلاليب القديمه والحاجات القديمه اللي انا بمسح بيها يعني، كده ببقى شغاله طول النهار، اللهم بارك يعني. وانا والله العظيم الشغل ما بخلص، مش عارفه يا جماعه عندنا بس ولا عندكم. اتمنى اللي عندها اي حاجه، اللي عندها اي شغل، تقوم كده تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وتقول تبدا تختار اي ذكر هي تختاره وبترتاح له. وكل الاذكار ما شاء الله جميله يعني مثلا عندك تنظيف اوضه النوم، قولي مثلا سبحان الله، الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، المطبخ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كده بقول لكم إن أنا طلعت طيوري بره وخلصت وكده أهو يا جماعة. بوريكم طبعا الغسيل بعد ما اتنشر، لميت الخفيف كده على الحبل ده علشان ما بيجيش عليه شمسة كتيرة الا الساعتين بتوعت الصبح، فلميت عليه الغسيل الخفيف بتاع ولادي، وقلت ايه علشان من هنا لاخر النهار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد يكونوا نشفوا. ومليت البلكونه التانية برضو، لميت الدفايات كلها، دفايات السراير كلها ورتبت يعني لميت كله بصراحة يعني، بما ان بطبق الهدوم فباخد كل حاجة بقى معايا بالمرة، اي حاجة مش نظيفة باخدها معايا بالمرة. صلى على النبي واذكر الله كده، ألا بذكر الله تطمئن وترتجي وترتقي القلوب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. وعلشان طبعا علشان يا حبايب قلبي ايه تنظيفات رمضان، يعني انت عايزه تنظفي طبعا تنظيف عميق، ومش هقولك بقى ما تبدايش الا بعد 5 ايام، لا ابداي من دلوقتي، لان على ما تخلصي اوضك وتخلصي بلكوناتك وتخلصي فرشتك وغسيل سجادك علشان يا جماعه وتفرزي، يعني الشهر ده كمان شهر فيه تفريزات كتيره لشهر رمضان. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، واجعل احبتنا في القبور اجعل قبورهم روضه من رياض الجنه، اللهم امين يا رب العالمين، ويصبرنا على فراقهم، لان ده طبعا اول رمضان الحبايب فرقونا حبايب كتير وعزاز على قلبنا جدا، ربنا يرحمهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة يا رب العالمين. فعلشان نبقى فاضيين للذكر كده والعبادة في رمضان، لان اليوم هيبقى يوم شتوي وهيبقى يوم قصير، فيا دوبك ان انت تعملي الاكل تشطبي مطبخك ترتيب الشقة، انما تنظيف عميق ما اظنش يا جماعة، ان مش حكاية ان انا مش هقدر، بس ان يعني مفيش وقت. انا عايزة استغل رمضان في قراءة القرآن والعبادة والذكر، وعايزة استغله بصراحة، لان شهر في السنة فعايزين نستغله. فابدأي من دلوقتي، خلصي كل اللي وراكي، فرزي تفريزاتك، نظفي شقتك، ابدأي من اول ليلة في رمضان، ابدأي بداية صح، جهزي اكلك كمان، جهزي خضارك فرزيه،
علشان لما تطلعي يكون طالعة في وقت محدد. كده انا خلصت طبعا غسيل ورتبت وخلصت. وكده يا جماعة زي ما حضراتكم شايفين طلعت بقى جبت سمك ما شاء الله. السمك ما شاء الله ولا قوة الا بالله. كان عنده سمك النوع ده ب85 جنيه، كان عنده ب80، وكان عنده بوري اللي هو الطبارة ده البوري، كان عنده طبارة ب120 بس كانت صغيرة جدا. انا يعني فضلت الشبار ده لان حجم السمكة حجم الطبارة قليل جدا. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قلت لا هو الشبار ده قيمة عنده يعني قيمة عنه يعني. فبعدين كان عندي ناس في اليوم ده فالحمد لله عدت على خير. طب ما عملتش فراخ ليه؟ والله يا جماعة انا يعني قلت السمك احسن، يعني قلت ان هو افضل يعني، لان هما طبعا هما عامة الكل كان متفق على السمك، يعني مش انا اللي جايباه بمزاجي، لا الكل كان متفق على السمك. اخدت منه بجيبه ازاي بقى؟ والله يا جماعة بجيب على العدد. تمام. فقمت عملت كده في الحوق ده بتاع حماتي من سنين، ويمكن بتاع حمات يعني حماتي كمان يا جماعة، لان جيت ادور على المحشرة بتاعتي ما لقيتهاش. نضفت 3 سمكات وقمت جايبة بطاطس وتسبيكة وقمت عاملاهم. جايبة بصلة كبيرة وقمت ملوحة البصلة، وقمت جايبة 5 حبايات بطاطس صغيرين ما كانوش كبار، لو كبار حبايتين بس كفاية او حباية بس كفاية. واللهم صل على محمد. قشرتهم وغسلتهم كويس وقمت منزلتهم في البصلة بعد البصلة ما اخدت لون. ده كله في الحوق يا جماعة. وشوية بهارات وقمت مغطية عليهم، عملوا كده مع بعض، خدوا ودوا كده مع بعض. وقمت نازلة عليهم بشوية الطماطم بقى حسب الرغبة، لو بتحبي السمك طماطم كتيرة ده حسبك انت بقى، ما بتحبوش طماطم قليلة ده الطماطم الصلصة حسب الرغبة يا جماعة. وجبت ال3 سمكات نضفتهم كويس جدا وغسلتهم بالليمون، وقمت جايه قليهم في الزيت. وبعد ما قليتهم في الزيت قمت حطيتهم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد في الحوقي، واخدتهم بقى على الفرن. وادي السمك طبعا ابني عمال يساعدني، قلت البنت رصلي السمك على المطرحة لعند ما اروح اشوف الطيور وكده اعلفهم على مشوي السمك، يكون هما اتعملوا، يكون هما اكلوا يعني. ما شاء الله السمك كان زي الزبدة يا جماعة، كان ما شاء الله تبارك الرحمن. كان حاجة حلوة خالص، يستاهل فعلا الفلوس. لما تحب تروح تجيبي حاجة ما تسترخصيش، الفرق بيبقى في 5 أو 10 جنيه، مش هتبقى الغرقة فيها، وان انت تجيبي حاجة نظيفة وحاجة عيالك يعرفوا ياكلوها كده. طبعا ده كده اكل انا وولادي بعد ما اليوم خلص، وبعد الحمد لله ما يعني كل حاجة كده اللي اكل والحمد لله رب العالمين. جبت الخضرة دي من الجنينة اللي قدام بيتنا، الحتة اللي احنا زارعينها عيالي بيقول عليها جنينة، بس الجنينة ديت يا جماعة بيبقى فيها ورد وبيبقى فيها حاجات، فاحنا دي حتة سيلفي زرعها خضار يعني. عامة انا ما بنزلهاش، انا بخلي حماتي تجيب لي منها علشان مش هبوظ الزرع يعني. هما بيقولوا لي والله صوري، بس انا يعني ايه مش حابة ان انا اهلك في حاجة حد يعني. عامة يعني يا جماعة صلوا على النبي واذكروا الله. كده روتيني خلص. يا رب يكون عجبكم، ويا رب اكون ضيفة خفيفة على قلوبكم. ادعوا لنا دعوة حلوة النهاردة بصالح الحال لينا وليكم ولأمة الإسلام أجمع. اللهم انصر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني واعف عن زوجي وأولادي وأحبتي وأهلي. اللهم آمين يا رب العالمين. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.